ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. والنهاردة هنعمل أكلة صيامي من مكونات بسيطة خالص لكن ليها قيمة غذائية عالية لأننا مستخدمين فيها الحمص. كل سنة وانتم طيبين. دي أول أكلة صيامي أعملها معاكم. كل سنة وكل مصر طيبة، كل مصر صايمة. ربنا يعود الأيام بخير على الكل يا رب، ويهدي سر كل البيوت كده، ويكتر الخير كده فيها ان شاء الله ببركة الايام اللي احنا فيها دي. يلا تعالي معايا، هاتي كوباية حمص. الحمص ده يكون منقوع لمدة 12 ساعة. وهاتي معايا كوباية مية، وهاتي خلاط. يلا بينا نحط كده في الخلاط المية. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ومعايا كوباية الحمص، هضربهم في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل فيهم ايه. هاتي بقى حلة، انا ضربتهم في الخلاط اهو لغاية بصوا قوامهما بقى ايه، ناعم جدا. بس لازم الحمص يكون منقوع 12 ساعة على الاقل. هحط لهم معلقة مرقة خضروات عشان يبقى طعمهم حلو. ويلا بينا على النار، وهحط لهم ملح دلوقتي. ويلا بينا على النار نشوف هنعمل فيهم ايه. انا حطيتهم على النار، وهحط لهم سنة ملح صغيرة وهقلب فيهم. ما تنسيش ان مرقة الخضروات فيها ملح، فاعملي حساب الملح اللي في مرقة الخضروات لو حطيتي المكعب ده او المعلقة دي بتاعة البودر. هقلب بقى كده شوية. هفضل اقلب فيها كده لغاية لما القوام بتاعها يتغير ويتقل شوية. طبعا ايدك ما تسيبش الحلة خالص علشان ما يركس تحت ونلاقيه كتل تحت ومسك في الحلة. هنبتدي نقلب كده كده لغاية لما نشوف قوامه هيوصل لايه مع بعض. القوام بتاعه تقل زي ما احنا شايفين اهو اهو. بس يعني استوت. لازم تخلي الحمص يستوي. هطفي عليه بقى دلوقتي، هو عمل فقاقيع كده وانا عماله اقلب فيه. فهطفي عليه دلوقتي النار وهسيبه يبرد، وتعالي نشوف نكمل الوصفه هنعمل فيها ايه. انا معايا هنا كوبايه دقيق، دقيق اسمر زي ما انتم شايفين اهو. يعني ده دقيق الحبه الكامله، بصوا. ومعايا كمان نص كوبايه ميه وحته خميره اهي قد كده عين الجمل. هقلبهم مع بعض. هجيب بقى الحمص، هو دافي عشان كده انا حطيت الخميره في ميه عاديه من الفلتر. يعني لو الحمص برد خالص معاكي حطي حبه ميه دافيين للخميره. هنزل بقى بشويه دقيق كده شويه شويه. وهبتدي اقلب كده. هياخدوا قد ايه دقيق معايا هقولك واكتبلك في صندوق الوصف. طبعا هي بتعمل معايا كميه. هقولك دلوقتي في اي مرحله تقدري تشيليها في الفريزر عشان تطلعيها وتستخدميها مره تانية. هنزل بقى بالميه اللي فيها الخميره شويه شويه وهعجن. بصوا حبايبي، انا عجنتها اهو. دهنت هنا زيت وعجنتها اهو. بس هفردها على حاجات قليله من الدقيق الاسمر. بصوا انتوا ممكن على فكره تعملوا منها كفته. انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه ولا لا؟ لسه هنعمل كفته لحمه صيامي او لحمه نباتي. بس اللحمه دي مغذيه جدا لان هي من معموله بالحمص. بصوا بالراحه تطلعي عصيان الشيش طاووق دي او اي حاجه هتصبعي عليها. بصوا هحط لهم زيت
هعمل حبة كده وارجع اوريهم لك تاني بنفس الطريقة. انا عملت كام صباع كفتة اهو، وديت انا فردتها كده بقية العجينة كده اهو بشكل غير منتظم، ما هو مش مهم اهو. ابتدي اقطعها بالسكينة اهو، هقطعها كده بالسكينة. وهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. هسيبها بقى ترتاح شوية ونشوف نعمل ايه بعد كده. بصوا يا حبايبي، انا معايا حلة فيها مية، هحط فيها معلقة من الصويا صوص الغامق. اولا انا عندي فاتح ده، بس لو عندك غامق استعمليه. حطي بقى اي توابل انت عايزه تحطيها. انا مثلا هحط سنه قرفه، وهحط سنه فلفل اسمر، اجيبه بس. هحط اهو سنه فلفل اسمر، والميه لازم تكون بتغلي. وهنزل بقى بحتت اللحمه دي. طبعا في لحمه او في لحمه نباتي يعني بتتعمل قولي معايا كده بالدقيق، بس بالدقيق الاسمر بس بيفضلوا ياخدوها يغسلوها تحت النار. طبعا اكيد كلكم عارفينها، لكن ديت احلى وافيد وصحيه. هما بيغسلوها علشان يشيلوا منها الجلوتين ويخلوا البروتين بس، لكن احنا هنا زودنا البروتين وما غسلناهاش ولا تعبنا فيها ولا عملنا اي حاجه. انا هنزل بقطع اللحمه كده اللي عندي اهو كده. هي لازم تغلي كده عشان تضمني ان هي استوت اهي، مسكت نفسها. هطلعها بقى واكمل بقيه الكميه اللي معايا. بصوا حبايبي، انا هجيب معلقه صويا صوص ومعلقه زيت وادهن اللحمه كده. احنا هنسميها لحمه بقى، لحمه نباتي. على فكره البروتين بتاعها عالي وجميل اهو. والحبه اللي انا قطعتهم اهو برضو هدهن الوش ده كله كده. هم عملوا معايا كميه صحيح، عايزه اوريها لكم اهي. يعني تقدري تحطي نص الكميه اللي انا عملتها. وهقول لك في صندوق الوصف نص الكميه دي تبقى قد ايه اهو. هدهن كده ويلا بينا نشوف هنعمل فيهم ايه. طاسه فيها معلقه زيت وهنزل على الوش اللي انا دهنته. وهدهن الوش التاني كمان. بامانه يا جماعه انا ما كنتش متخيله ان طعمها هيطلع حلو كده. انا اول مره اعملها بالحمص، فجميله ما تفرقهاش عن طعم اللحمه. سبحان الله، مش عارفه ازاي يعني. بصوا انا هقطع منها كده شرايح. انا بحمر كمان حبه ورايا. بصوا هقطعها كده شرايح عشان هي كده تتعمل شاورما. هكمل انا بقى تقطيع عشان ما اطولش عليكم. بصوا انا بحمر حبه تاني الصوابع اللي انا قطعتها، بس هعملها شاورما دي اهي. هكملها بس تحمير شويه عشان لسه فيها ابيض، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل فيها ايه. يلا هنعمل احلى حبه شاورما. في الطاسه دي معايا معلقتين زيت، وهنزل باللحمه اللي انا قطعتها شرايح اهي اهو. هنزل بيهم كلهم. طبعا الكفته زي ما هي كده هتستعمل زي ما هي كده اهو. هنزل عليهم بفلفل الوان وطماطمايه وبصلايه صغيره.
هنزل كمان بمعلقه صويا صوص، وهنزل بسنه فلفل وملح. بس انا هكتفي بالبهارات دي، تقدري تحطي البهارات اللي انت عاوزاها، وهقلب فيها كده شويه. يلا بينا. الشاورما خلصت اهو، معايا عيش. انا هحشي رغيف كفته وهحشي شاورما دلوقتي. مش نافع كده اهو، بصوا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ سخنه مولعه بامانه، جميله جميله جميله، طعمها في منتهى الجمال. تقدروا تحطوا معاها اي صوص تاني. انا بقى بحبش العيش الفينو ده، مش باكله. هحط في عيش بلدي. بصوا، ايه رايكم بقى؟ طبق يستاهل بقكم في الصيام ده. كل سنه وانتم طيبين. لو ما حطيتيش لايك للفيديو يا ريت تحطي لايك. ولو ما اشتركتيش في القناه يسعدني ويشرفني اشتراكك. على فكره، لو عايزين تخزنوها هتخزنوها في التلاجة كده زي ما هي كده. دي طبعا قبل ما تتحمر هي كده، هتخليها تبرد وتحطيها في طبق فل، وتحطي بين كل طبقه وطبقه كيس، وتخزنيها في التلاجة لغايه لما تطلعيها تحمريها كده وتستخدميها كده عادي خالص. يا رب تجربوها وتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد مننا حبايبي. وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود الايام بخير على الجميع يا رب. واحلى سندوتش شاورما معاكم اهو. اهو بصوا شكله اهو. يا رب تجربوه ويعجبكم. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله مع حلو حادق مع المسية.